اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده انا جايبه كده معايا كيلو لحمه وطالبين مني فاصوليا بيضه، فانا هعمل النهارده فاصوليا بيضه باللحمه حلوه قوي تستاهل بقكم. نعمل جنبها شويه رز بشعريه، حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه، مش هتاخد معانا وقت. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نسمي الله يا حبايب قلبي. انا جبت معايا هنا نص كيلو من الفاصوليا، غسلتها ونقعتها حوالي، هي مش اقل من 4 ساعات عشان ما تعملش انتفاخات، بس هي اتنقعت معايا ما كملتش نص ساعه كالعاده يعني. هو طلبت الفاصوليا فتنزلناها، ما كملتش بصراحه نص ساعه، بس انت الافضل ليك تسيبيها 4 ساعات عشان ما تعملش انتفاخات للبطن. وحطيناها على البوتاجاز، بتاخد معانا حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب الفاصوليا اللي عندك بتاخد وقتها قد ايه. هي بديها تقليبه كده كل شويه عشان ما تبقى من تحت لفوق كده كلها مستويه وزي الفل. اول ما تحس انها استوت معاكي بتبقى باينه معاكي، وبتحطي ايدي كده بتلاقيها استوت معاكي، بس طبعا احنا لسه حاطينها في الميه يا دوبك اديت غلوه بس كده. هنسيبها تتسلق، وتعالوا بقى نعمل اللحمه والتسبيكه بتاعتها التخديعه، ونخليها كده حاجه كده تستاهل بقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الحله كده، هجيب معايا زيت، عايزه تحطي سمنه حطي سمنه، عايزه تحطي زيت براحتك خالص. انا هحط معايا كده الزيت بسم الله، وهسيبه كده يسخن علشان انا حابه اشوح معايا اللحمه قبل ما هنحط معانا البصله. سيب معايا كده تسخن بس حاجه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا جايبه معايا كده كيلو لحمه دي ما شاء الله، ديت من وش الفخذ، من وش اللوحه، فتمشي معايا بقى ايه. لو حابه ودي لحمه صغيره فمش تاخد معانا سوا، لو كبيره اكيد اكيد كنت سلقتها. فهي ما شاء الله، لو حابه تشوحها بقى في الطاسه بملح وفلفل تبقى خطيره. حابه تعمليها في قلب الطبيخ معانا ما بتاخدش برده وقت ولا بتاخد معانا سوا، يا دوبك سوا التخديعه بتاعتها مع البصلايه. هنشوف كل حاجه حلوه مع بعضنا. تعالوا بقى كده ننزل بقى كده بيها بسم الله ما شاء الله. هننزل بكميه اللحمه بتاعتنا كلها. بسم الله. هحط لها انا بقى ايه رشه من الفلفل. انتوا لو تلاحظوا انا بحط من الجناب كده، مش عايزه احطها فوق بعضها عشان ما تنزلش ميتها، وعلى نار عاليه كده برضه. هجيب رشه من الفلفل الاسمر وهديها بقى التشويحه الحلوه بتاعتها عقبال ما افرم لها الايه البصلايه. بصوا حبايب قلبي كده وهي بتتشوح معانا كده وحطينا لها رشه الفلفل الاسمر. تعالى اما نقلبها نديها التقليبه بتاعتها كده. الصلاه على النبي. بصوا شكل اللحمه ورد ورد، تستاهل بقكم يا حبايب قلبي ما شاء الله. اهي خلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده عشان كله يتشوح بنفس الشكل كده. بسم الله. ونقل بقى اهو، ونعمل دي كمان كده. بصوا واخده التحميره الحلوه من تحت دي كده، كله نديه نفس الشكل كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا تحس انها اتكرملت كده. بصوا الكرمله بتاعت اللحمه. اهم حاجه التشويحه الحلوه دي، لو في حته دهنه بقى معاكي تنزل كمان ما شاء الله تبقى عسل. اهي بصوا الصلاه على النبي، وكلها على نار عاليه اهي. حاطين احنا رشه الفلفل الاسمر، انا هحط رشه حبهان بودره ولورا بودره، رشه بسيطه كده نشم ريحه اللحمه كده الروايح الحلوه بتاعتها، وحاجه بسيطه من البهارات السبع بس مش اكتر. انا رشه بس بسيطه خفيفه كده. والتشويحه بتاعتها دي هقوم جايبه البصلايه اللي انا فرماها معايا في الكبه يعني كده، هقوم جايه ماسكاها حطاها اهي على اللحمه بتاعتنا الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله. وهتنيني بقى اشوح في البصلايه دي لاحس انها ايه خدت كده معانا لون او دبلت معايا بمعنى الكلمه كده في قلب اللحمه بتاعتنا. بسم الله. هشوح بقى الكلام الحلو ده كده كله مع بعض. بس الصلاه على النبي. تخيلي بقى العصاره اللي نازله من اللحمه دي في قلب البصلايه، الروايح الحلوه اللي انت هتشميها. بسم الله ما شاء الله. وطبعا الفاصوليا بتاعتنا بتتسلق اهي، ومن الوقت للتاني بديها تقليبه كده عشان تبقى كلها ايه من تحت لفوق كلها زي بعضها كده. ونشوح بقى كده لحد ما البصلايه بتاعتنا تاخد لون عقبال ما نعصر لها الطماطم بتاعتها. بصوا حبايبي بقى اديها تقليبه كده. بصوا ما شاء الله البصلايه من تحت بقت لونها جميله. بصوا شكل البصلايه
اتحرقتش مننا، لا بقت لونها كده بقى ما شاء الله كده ايه ذهبي وحلوه وجميله معانا. هجيب معايا كده ايه، انا فرمت كام فص توم معايا كده في الكبه، اما اجيب معايا البسله عشان تبقى سهله انها تنزل كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. كام فص توم معايا كده هيخلوا بقى الطبخه بتاعتنا في حته تانيه. بصوا ما شاء الله ادي التوم معانا، حوالي معلقه توم صغيره مش كتير اهي. بصوا معايا اهي ادي التوم بتاعنا اهو، ينزل كده دي كله ايه في قلب اللحمه بتاعتنا، وهشوحها برده كده اديها تقريبا. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم الروايح الله اكبر كده ايه، حاجه عسل. والفاصوليا بتاعتنا برده شغاله معانا اهي. هجيب بقى معايا كده معلقتين صلصه كده اللي هي الجاهزه بتاعتنا، بس كده اديها تشويحه برده كده معاها، تلمس بس النار الصلصه بتاعتنا اللي هي الجاهزه، تاخد بس لمسه من النار كده. انا حاسه ان الحله دي معايا صغيره شويه بس مش مشكله عادي، اما الفاصوليا تتسلق ممكن انقلها في الحله الاكبر منها الواسعه دي عندي شويه. هعصر لها بقى كده طماطم عقبال ما الصلصه دي تشم النار كده معايا في اللحمه. هعصر معايا كام حبه طماطم كده معايا في الخلاط واجيبهم على طول. بصوا يا حبايبي بقى كده الصلصه كده شمت معانا النار. بصوا غلفت اللحمه كلها كمان اهي ما شاء الله بالشكل. الصلاه على النبي، حاجه كده تفتح النفس. نجيب معانا بقى الطماطم اللي احنا فرمينها معانا. اهم شيء بقى بالنسبه لي ان انا اصفي الطماطم كويس. بسم الله. هننزل بالطماطم دي هنصفيها كده في قلب اللحمه. اول بقى ما ننزل معانا بقلب صلصه الطماطم بتاعتنا الحلوه دي اللي نزلت على اللحمه في قلب البصله والثومه، هنعمل ايه بقى؟ هجيب لها بقى الحاجه بتاعتها اللي انا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب معايا واحده من المكعب الدجاج كده، فتفتها بس كده عشان ما ترقدش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبخه زي العسل هتستاهل بقكم. التجربه بتاعه اللحمه في قلب الطبيخ دي خطيره، ما بتختلفش عليها اتنين بصراحه ربنا من حلاوتها. وطبعا طالما حطينا معانا الصلصه لازم لابد معانا نحط رشه من السكر. اجيب معايا كده السكر احط منه رشه عشان خاطر الحموضه بتاعه الصلصه، وهسيب بقى اللحمه في قلب الصلصه تتسبك كده مع الصلصه وتاخد كده غلوتين عقبال ما الفاصوليا بتاعتنا تستوي، ونرجع بقى نشوف هنكمل اكلتنا يا حبايب قلبي. بصوا حبايب قلبي بقى اللحمه بتتسبك اهي، عقبال بقى ما تتسبك كده وتاخد الغلوتين بتاعتها والصلصه كده تتسبك في قلبها علشان اللحمه تطيب معانا برضو، عشان احنا كده كده بنسلق في الفاصوليا بتاعتنا. تعالوا بقى اما نعمل شويه رز كده بشعريه عسل ييجوا جنب اكله الفاصوليا باللحمه دي تستاهل بقى. تعالوا نحط شويه زيت. بسم الله. وهجيب معايا كده معلقه سمنه بلدي، طبعا رز بشعريه يعني سمنه بلدي زيه زي الرز الابيض، يطلع معاك شويه رز كده عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكيش سمنه بلدي اعملي رز محمر. بعمل رز محمر بالزيت بيبقى عسل وريحته مفحفحه في البيت كله. بسم الله. حته معلقه سمنه صغنطوطه كده كمان، بس كده كفايه معانا. هجيب بقى معايا كده الشعريه، انا هعمل مقدار نص كيلو شعريه. بسم الله. انا مش هحتاج الكيس خلاص، فاضله ايه كده كده الكيس مقطوع. هننزل بالنص كيلو الشعريه بتاعتنا دي في قلب الحله اللي فيها الزيت والسمنه. اول ما نحط الشعريه معانا ضروري احط معايا رشه ملح. ليه؟ علشان توحد معانا لون الشعريه. بسم الله. مش معنى ذلك ان احنا خلاص حطينا حاجه توحد لون الشعريه احنا كده خلاص نقف بعيد عنها، لا ما ينفعش، لازم برضو نخلينا نقلب كده. هنزل بس السمنه اللي في المعلقه معايا كده. بسم الله. اشوح بقى الشعريه كده في قلب الزيت والسمنه ورشه الملح اللي هتوحد لنا اللون. ايدي كده في الشعريه على طول لحد ما تاخد معانا لون ذهبي علشان نحط معاها الرز. اول ما الشعريه يا حبايب قلبي كده تاخد معانا لون موحد كده ذهبي حلو كده، هجيب معايا برده نص كيلو الرز بتاعنا الحلو، عشان انا بحب النص الرز نص شعريه، واوقات كمان ببقى حابه نص الشعريه وممكن احط اقل من نص كيلو رز، بتبقى جميله برده لان انا بحب الشعريه طاغيه شويه عن الرز. بص ندي التقليبه بتاعتنا التشويحه بتاعتنا الحلوه. اجيب معايا بقى نحط معلقه ملح. بسم الله. معلقه ملح كده حلوه لان الرز بيشرب الملح شويه.
فانا بزود حاجه بسيطه بس خالص عشان بس يبقى الرز بتاعنا ليه طعم حلو، مش هيبقى حادق ما تخافيش. وادي التشويحه بتاعتنا كده من الملح في الماده الدهنيه مع الرز لحد ما يخرفش معانا كده ايه، ويتشمع كده مع بعض ويتغلف مع بعض. بصوا حبايب قلبي بعد ما الرز كده اتغلف معانا كده وبقى بصوا ما شاء الله بيخرفش معانا خالص اهو. الصلاة على النبي. هجيب بقى معايا الميه المغليه اللي احنا غالينها في الكتل وهنزل بيها على الرز بتاعنا. بسم الله. شويه رز في قلبك بمعنى الكلمه. بصوا الصلاة على النبي. حتى الرز ذات نفسه من كتر التشويحه في رزه كمان بقت قلبه ذهبي معانا اهي. بصوا ما شاء الله. هنسيبه بقى يستوي معانا. بصوا ما شاء الله. وغطا الحله راح فين؟ بسم الله. انا شكلي دخلته تاني المطبخ. هجيب الغطا معايا بسم الله وهقفل اللي على الرز بتاعنا كده واسيبه معانا يستوي. تعالوا نبص بصه كده على اللحمه بتاعتنا في الصلصه. الصلاه على النبي. بصوا شكلها الله يقدر. طبعا انا شاطفه فاصوليا معايا وحطاها هنا وراها لهم كده يا احمد. بصوا الفاصوليا جاهزه معايا اهي وشطفاها وحطاها هنا اهي. انا ما بحبش احطها بميتها طبعا مطرح السليق، بديها شطفه وبسيبها وما بهريهاش برده، بخلي ليها شخصيه برده. اللحمه بتاعتي ما احس انها دخلت في السوا بتاعها والصلصه اتسبكت كده فيها وبقت حلوه. بصوا لحد دلوقتي لما بغرز كده الشوكه في اللحمه بصوا كده بتخش معايا بس مش بالشكل اللي انا عايزاه اللي هي دايبه معايا ومستويه كده ناعمه. انا بقى هسيبها كمان شويه لما تخش كده في السوا والصلصه بتاعتي تتسبك شويه كمان. هقوم دلقه معاها الفاصوليا عشان نسيبها تاخد وتدي مع بعضها. بصوا حبايب قلبي وهي خدت غلوتين كده في قلب اللحمه في قلب الصلصه علشان برضو الفاصوليا برضو منزلاها لها شخصيه شويه. فانا هقوم دلقاها بقى كده في الوقت ده معايا وكلها في قلب بعضها بقى تاخد وتدي في قلب اللحمه. ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله. بصوا الشكل اللهم صل على النبي. حاجه كده تستاهل بقكم. عايزه اشممكم اصلا ريحه اللحمه وهي بتستوي في قلب الصلصه. حاجه كده عسل، حاجه عسل تستاهل بقكم. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. عقبال ما الفاصوليا بقى تاخد غلوه كده بتاعتها عشان تستوي وتشرب من التخديعه واللحمه يبقى الطبخه بتاعتنا كده عسل وتستوي معانا. والرز بتاعنا هو تتشرب يكون استوى هو كمان. اغرف الاكل واوريكم اكلنا يا حبايب قلبي. بكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الاكل بتاعنا. تعالوا بصوا كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده انما عسل تستاهل بقكم. اللهم صل على النبي. بصوا شكل الفاصوليا، بصوا لونها، بصوا شكل اللحمه بتاعتنا دايبه دوبان. عايزه اقول لكم بصوا ما شاء الله. بصوا اللحمه بتاعتنا عامله ازاي. بصوا الصلاه على النبي. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجه كده تستاهل بقكم. وشويه الرز بشعريه بتاعتنا مفلفل كده. ده يكون اكلنا النهارده يا حبايب قلبي. متنسوش تعملوا لايك واشتراك اللي مش عامل اشتراك عشان قناتنا تكبر بيكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.